السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الفيديو اللي هو متنوع. غادي يكون فيه ثلاثه ديال الاجزاء. في الاول غادي نشارك معكم المشتريات ديالي اللي خديت من شيئين اللي هما بساطين غير باش نزين بهم هكا المطبخ. غادي نبدل الديكور ديال المطبخ، وكذلك غادي نشارك معكم واحد الروتين اللي هو غادي ننظف فيه المطبخ. يعني من بعد رمضان انتم عارفين الواحد تيكون غير هكا تيضرب غير من الفوق الفوق. هاد المره هاد النهار هذا قررت باش اني غندير واحد المسحه مزيان هكا، واحد التنظيفه مزيان للمطبخ. ومن بعد غادي ندير معكم واحد الجوله في المطبخ ديالي. ومهم المطبخ ديالي اللي هو بسيط غادي نشاركه معكم. خليكم دابا مع الفيديو والتفاصيل ديالو. هنا درت واحد الكوموند من شيئين غادي نشارك معكم هذاك الشيء اللي خاص بالمطبخ. يعني دومانديت بزاف ديال الحوايج من بعد غادي نشارك معكم، ولكن دابا محيت الفيديو غير على المطبخ غادي نشارك معكم غير هذا الشيء هذا ديال المطبخ. خديت هاد الديكورات هكا اللي تيداروا في المنادل. صراحه صدقوا الجوده ديالهم رائعه. وخديت كذلك المنيدلات ديالهم، غير هو انا تخلطت في اللون، كناخذ واحد اللون في الدوري. ساعات ديك المنيدلات صدقوا بحال لي في البياض، بحال لي في البيج فاتح، وصراحه ماشي هاد اللون اللي كنت باغا انا. ولكن مع ذلك غادي نخليهم كما قلت لكم. هادو صدقوا كل خديت جوج، كل باكيه فيها 6 كما قلت لكم. والجوده ديالهم الصراحه عاليه بزاف، زعما عجبوني بزاف بزاف الصراحه. وكذلك حتى الثمن ديالهم اللي هو رخاصين بزاف بزاف. هادشي كاين في شيئين بعكس المحلات التجاريه الاخرى اللي مشيتو تشريهم غيتقاموا غاليين. وخديت هادو حتى هما غادي نشاركهم معكم في الفيديو كيفاش غادي نديرهم. هادو الغطايات ديال القرعي ديال الزاج، مثلا ديال الزيت ولا ديال الخل، ولا انتم غتشوفوني في وسط الفيديو كيفاش غادي نجيو رائعين، جاو تيحمقوا الصراحه، زوينين بزاف بزاف. وكذلك رخاصين، تمشي نشريهم لي سوبر مارشي تلقاهم ما بين 5 اورو حتى ل 10 اورو ولا اكثر. يعني وفي شيئين رخاصين بزاف بزاف كما تشوفوا، جاو رائعين. خديت هاد ستيكرز هادو اللي غادي نلصقهم في الكوزينه، حتى هما بدلوا الشكل ديال المطبخ 180 درجه الصراحه. جاو زوينين حتى هما، غادي نشارككم معكم في هذا الفيديو. هادو غادي نركبوا. وكذلك حتى هما رخاصين بزاف بزاف، في عكس في بعض المحلات اللي تيتباعوا غاليين. وفي شيء ما كاملاش وقيله شي 2 اورو ولا 3 اورو بحال هكا. المهم دابا نقدر نخلي لكم حتى الاثمنه. المهم راهم كما قلت لكم الاثمنه اللي هي رخيصه بزاف بزاف. هاد الستيكرز هادي غادي نلصقها في الكوزينه. وهنايا ما عرفت شنو باقي هنا غادي نشارككم معكم. المهم هادو غير ديال الفولار. المهم انا خديت بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين، ولكن هادو غير. المهم هادشي اللي خديت ديال الكوزينه، المهم هو اللي شاركته معكم. هادوك من بعد نشاركهم معكم. كما تتشوفوا. يعني شي حاجه اللي هي في داكشي الصراحه، شيئين في داكشي زوين ورخيص والثمن مناسب. المهم دابا غادي نبدا معكم هاد الروتين ديال التنظيف. شفتوا كيفاش الكوزينه كيفاش دايره، وما نوريكمش راه يعني في رمضان كله ما كنت، يعني كنت نمسح غير البوطاجي هكا، البوطه وداكشي. ما كنت زعما هكا تنمسح البلاكارات وداكشي. نتوما عارفه الواحد يعني في رمضان شويه يعني ما تنبغيوش هكا نفرسيو على راسنا وداكشي. المهم دابا هاد النهار عاد قررت بانني كل نهار تندير هكا حاجه، مره الكوزينه، مره بيت النعاس، مره ما تنفرسيش على راسي في دقه واحده. المهم هاد النهار قررت باش انني نخمل الكوزينه ونضرب لها واحد المسحه، ونحيد الحاجه اللي ما تنحتاجهاش. صافي الحاجه اللي تنحتاجها هكا غير في رمضان هكا، ديك قوه المقالي وداكشي كلهم غادي نرد كل حاجه بوحدها. المهم هنا غادي نخوي هاد البوطاجي كله. هانتوما شفتوا في الاول كيفاش داير مرون عامر. وغادي نبدا هنا في الاول. هنا غادي نغسل هاد شويه ديال المعانات. عندي الماكينه ديال الماعن، ولكن بما ان الماعن غير قلالين، هي شي حاجه قليله، لان بالليل تنغسل كلشي، تندير فيها بالليل كلشي. وهادو غير المعينات هكا اللي بقات شي حاجه هكا، وداكشي ديال الكيسه اللي فطرت فيهم غادي نغسلهم بحال هكا غير بيدي. وغادي لان حتى الماكينه ديال الماعن راه باغا ندير له واحد التنظيف عميق. دابا نشارككم معكم فيديو واحد اخر ماشي في هذا الفيديو هذا. المهم داكشي علاش ما درتهمش فيهم. المهم غنرد هذاك الماعن، غسلتهم غادي نردهم. وهنا غادي نغسل كل شيء. هانتوما تتشوفوا لافابو كيف داير هانتوما غتشوفوا في الاخر كيف غيولي تيشعل. والموسيقى ضروري حاضره معايا باش تنشطني شي شويه هكا. المهم كما قلت لكم غادي نخوي كل شيء، ما نخلي حتى شي حاجه، لان باغا ننظف كما قلت لكم، ندير واحد التنظيف عميق. هنا خديت واحد البانيو هكا، ودرت فيه الماء سخون وشويه ديال الصابون ديال الماعن وشويه ديال زكراساتوري، ديك المزيل ديال الدهن. المهم رشيته فيه بحال هكا. وهنا غادي نبدا اول حاجه هو غادي نبدا بالبلاكارات الفوقانيين.
هادي غادي ننظفهم هكا بحال مزيان هكا. غادي ندوز بالاول كما قلت لكم هذاك البانيو درت فيه الماء سخون، ودرت فيه يمكن لكم ديروا فيه حتى الخل هكا. انا درت الصابون ديال الماعن وزكراساتوري هو ديك المزيل ديال الدهون رشيته تما فيه صافي. وبدات ندوز هكا بشي مندل، لان بشي مندل بحال هكا. ومن بعد تناخذ منديل واحد اخر نقي وتنديرو في الماء وتنعاود نشف هذاك الشيء وتنحيد هذاك الصابون داكشي تيوليو البلاكارات تيشعلوا ما تيبقى فيهم حتى شي حاجه. يعني انا نظفت قبل رمضان ورمضان ما حديتش كاع نهائيا، وانتم عارفين البيض دغيا تيبان فيه كلشي الصراحه. وما كانتش موسخه زعما بزاف، غير ديك طبيعه الحال ديك البخار اللي يطلع وداك الشيء المهم. هانتوما وجيت هنايا لديك الكابا ديال اللي تتكون فوق البوطه حتى هي خديت هكا حتى هي غسلتها هكا مزيان بواحد سبونيه فيها الصابون بحال هكا، وحتى هي غندير لها نفس الشيء. ومن بعد غادي ناخذ واحد المنديل بحال هكا فيه الماء نقي وغادي نمسحها وحتى هي ولات هكا تتشعل صراحه. دابا غادي ندوز كما قلت لكم الكابا اللي تتمصنا هذاك البخار وداك الشيء. الكابا حنا تنقولوا هنا الكابا، ما عرفتش شنو هنا اسميه واحده اخرى. كما قلت لكم دابا غادي ندوز الكابا حيدتها حتى هي، غادي نزولها حتى هي غنضرب لها لان تيطلع فيها داك البخار وداك اليدام كله. ضروري هي بلا رمضان ولا بلا رمضان انا ديما كل مره خصني تنفسخها بحال هكا وتنغسلها مزيان، تنضرب واحد الغسله باش تبقى نقيه. غسلت هذاك الشبكه ديال الماعن حتى هي دربتها واحد الحكه مزيان. وكذلك هنا خديتها زكراساتوري بحال هكا. كاين بزاف ديال الانواع ولكن انا كل مره الصراحه كناخذ واحد هادو غزال الصراحه يعني اليدام يعني الدهون كما كانت تحيدها صافي. رشيت هكا ديك زكراساتوري ودرت عليه الصابون ديال تيرسيفو حتى هو وحكيتها بحال هكا بالشتا رجعت حتى هي تتشعل. طبيعه الحال نفزقوهم في الاول بالماء سخون باش داك اليدام كله يذوب، او يمكن لكم هكا ترقدوها في شي بانيو هكا كبير وديروا شويه ديال الخل وشويه ديال البيكربونات ديال الصودا وشويه ديال الخل وبيكربونات الصودا والصابون ديال الماء اللي تنغسلوا به الماعن ورقدوا مع شويه عدوزو كلشي تيتحيد. وهنا دوزت عاوتاني لديك الجهه الاخرى القنت الاخر حتى هو خديت ديك الالات اللي عندي الماكينه ديال القهوه الماكينه ديال العجين والقلايه الهوائيه حتى هي ومسحت هذاك الحيط حتى هو. مهم القنوته كلهم بحال هكا ضربتهم بالضروري بحال هكا داك الماء سخون اللي قلت لكم اللي فيه الصابون وفيه الصابون وفيه زكراساتوري. المهم يمكن لكم ديروا انا قلت لكم بيكربونات الصودا مع الخل مع الصابون ديال الماعن حتى هو يمكن لكم ديروا تنظفوا به حتى هو تيحيد كلشي صافي. مسحت هنا كلشي ومن بعد غادي نعاودو بحال هكا بديك الدواء ديال الزاج او يمكن لكم غير شي منديل هكا تفزقوه غير في الماء وتعاودوه ماشي مشكل. المهم هكا ديك الدواء ديال الزاج هكا تيخلي داك الاله تيوليو تيشعلوا يعني تيبقاو تيبريو ما تيبقاش فيهم ديك ما تيبقاوش مضبين صافي. وديك القنت هذا اللي دايره فيه انا بحال ركن القهوه دايره ديك الفازو ودايره هنايا هاد القهوه هاد القرعه هادي تندير فيها لي بسكوي هكا بحال دابا اللي تيفطر في الصباح تيكون قدام ماكينه القهوه حتى هي تنحطها. هذه فيها الكبسولات ديال القهوه وهنا بودور الشيا حتى هو فهكا بعض المرات تنتعشى به مع دانون ولا في الصباح هكا تناخذو حتى هو مع دانون صافي. مسحت هذاك الشيء كله. هادو هما اللي وريتكم فاش خديتهم من شيئين صراحه جاو فني. هاد القرعي هادو خديتهم غير من السوبر عاديين تيتباعوا فيهم زيت البلديه واحتفظت بهم. قلت حتى نقلب لهم على هاد الغطاء هذا وباش يعني ما يبقاوش هكا ديك الغطايات ديالو العاديين ما جاو زوينين. وعيت ما نقلب عليهم تلقاهم غاليين ما بين 5 اورو حتى 10 اورو في السوبر مارشي وانا نلقى هادو في شيئين قلت صافي. وفعلا جاو واعرين هكا هانتوما الشكل ديالهم فيهم واحد الحجيره تتلمع هكا في الوسط ودايرين على شكل تاج صراحه جاو فنين. وهنا غادي ندوز باش غادي نمسح البوطه ديالي حتى هي رشيت عليها الخل واحد الخل خديته هذا اكسيون الخل وفيه الريحه ديال الخزامه. المهم رشيت الخل ورشيت عاوتاني زكراساتوريو ديك مزيل الدهون رشيتهم بجوج خليتهم هكا واحد جوج دقائق هكا ورجعت مسحتها كما تتشوفوا في الاول في الاخر لان هذه عندي ديال المرايه ضروري ترش في الاخر داك الدواء ديال الزاج باش تبقى حتى هي تتبري ما يبقاوش فيها ما تبقاش مضبه لان ديك مزيل الدهون تيخلي الحاجه هكا الا كانت تلمع تيخليها شويه مضبه ضروري لان هذه ديال المرايه عندي البوطه يعني مرايه نيشان يعني ضروري خصها داك الدواء ديال الزاج
صافي. هنا غادي ندوز باش غادي نحيد هذاك السيكرز اللي كانوا عندي لاصقين في الاول. الصراحه هادو تقريبا 3 سنين هما عندي ما وقع لهم والو، كنت خديتهم من كيك. هادو اللي تنحيدهم دابا كنت خديتهم من الكيك. حتى داك كما تتشوفوا هذاك اللي عندي في راه ماشي فاينس اللي فيه المربعات وداكشي، راه ماشي فاينس هذاك، راه حتى هو غير هذاك اللصقه خديته حتى هو، ولكن ما غادي نبدلو لي انا هذه 3 سنين باش درتو. الصراحه ما وقع له حتى شي حاجه. صافي. وخديت هذاك الستيكرز اللي وريتكم في الاول اللي خديته ديال من شي اللي مكتوبه فيها كيتشين، والصراحه ولصقتها بحال هكا وجات واعره، جات الصراحه فنه، جات عطات واحد المنظر واحد اخر للكوزينه. تيجي زوينه هاد الكتابه هكا ملي تتكون في الكوزينه. تتعطي تتبدل الديكور ديال الكوزينه. سبحان الله والله العظيم جات فن احسن من الاول، احسن من هذوك اللي كنت دايره انا في الاول. انا في الاول لصقت غير هادو بجوج، هي مكتوبه يعني تما لوف وداكشي. انا خديت هذاك البريق وديك الفنجان ولصقته من الفوق. ساعات في الاخر رجعت حيدتهم، هانتوما رجعت حيدتهم وكملت على ديك الكتابه. كملت عليها بحال هكا جات احسن مفرقه. البرودوي البنات غير قلبوا عليه بحال دابا اللي ما عرفت. في المغرب ما انظنش غيكونوا كاين، في اوروبا المهم في ايطاليا راه موجود. غتمشيو لاكوا سابوني ولا المهم ريسبارميو كازا ولا في لي سوبر مارشي راه كتلقاو هاد البرودويات هادو اللي مصور فيهم لافابو. الصراحه تيرد هاد لافابو هذا ما نقولكمش راه عنده 7 سنين هاد لافابو، ومني تندوزو به تيولي بحال لي يلا عاد شريتو البارح. يعني تيولي باقي تيولي جديد، يعني بحال لي يلا عاد شريتو. الروبينيات المهم اي حاجه ديال الانوكس تتولي تتبري تتولي تشعل. حتى ديك الخباش ديك يعني الا كان مخبوش ولا شي حاجه ما تيبقاش تيبان، يعني تيحيد الوسخ، تيحيد هذاك تيكون مضبب يعني فيه بحال الضبابه هكا ديال الصابون. داكشي تيحيد كلشي، تيولي لافابو تيشعل بحال اللي هانتوما شفتوها. والله العظيم هاد لافابو هذا راه واقيلا عنده 7 سنين، 7 سنين ولا اكثر. وهانتوما دابا فاش تنغسلوا به مره تنغسلوا به هكا تيولي جديد. وهذا هو الشكل النهائي هنايا من بعد ما رتبت كل حاجه في بلاصتها ورديت كل شيء. عرفتي تتحسوا بديك بواحد الراحه، ومني تتنظفوا الدار وتتحسوا بهذيك الريحه ديال النقا وكل شيء تيلمع وكل شيء ما كاين لا غبره لا والو. الصراحه تنزل عليك واحد الراحه. اكثريه هكاك اللي فيه ديك الوسواس ديال النقا وديال الاخر صراحه تيحس بالراحه ملي تتنقى الدار. المهم انا قلت لكم هذا لان كل مره انا تندير بيت ما تنديرش كلشي في دقه واحده. بحال دابا هاد النهار درت الكوزينه، لا غدا غادي ندير بيت النعاس، بعدو غادي ندير البيت ديال الدراري، مره غندير الصاله وانا ماشيه هكاك. يعني ما نخليش الشغل حتى يتجمع ليا كله نديرو في نهار واحد، او كل مره تندير حاجه، كل مره تنحيد حاجه هكا عليا باش تيبقى هكا، باش تيبقى لي عاوتاني الوقت شويه ما نبقاش متعوبه او بحال دابا نميك على ديك الحاجه حتى تولي عامره غبره وعامره وسخ. لا، على الاقل مره في السيمانه، كل مره في السيمانه او مره في 20 يوم على حسب نتوما واش عندكم وليدات صغار توسخوا لكم ولا لا. كل مره ديروا بيت، كل مره ديروا حاجه، كل مره هاد المره انا بحال دابا مسحتها غير من برا ما درتش البلاكارات من الداخل. عاوتاني مره حيت عندي نقيه من الداخل، مره اخرى عاوتاني غننظفها من الداخل، مره اخرى غنجبد الكونجيلاتور، مره اخرى غنجبد الثلاجه، مره اخرى غنجبد لافاستوفيل يعني الماكينه ديال الماعن هكا. يعني كل مره ندير حاجه، ما نخليش كلشي في دقه واحده. وهانتوما تتشوفوا من بعد كيفاش ولات الكوزينه. هذوك الاضواء هادو اللي خديتهم اللي لاصقين من الفوق، هذوك راه خديتهم من اكسيون. صراحه هو جاو زوينين. وهنا هاد الطاقم هذا اللي عاد خديته على حساب الربيع والصيف، يعني جاو فيهم حتى هما الوريدات بحال هكا فيهم لي فخوي. حتى المنديل ديال الطبله حتى هو عاد خديته هكا، المهم على حساب فصل الربيع. يعني الطبله ربيعيه بحال هكا كنت حطيتهم هكا على ما نوجد العشاء. غير باش نوري لكم عاد خديتهم بحال هكا. التفصيل هذا غزال الصراحه، فيه ديك الديزاين اللي فيه خارج، يعني بحال اللي راه بصح راه محطوطه تما داكشي، يعني بحال ديك الخضر راه محطوطه هكاك. المهم وهذا هو المطبخ ديالي انا كيفاش مقاداه. يعني هو جا على شكل بحال هكا طويل شي شويه، ما جاش عريض هكا بالعرض، جا هكا شويه جا عاطي بالطول بحال هكا. وحاطه في هاد الجهه هادي كنت كما تشوف حاطه الثلاجه لافابو الوطا، ولكن بقى لي الفران، يعني الكولونه ديال الفران والميكرووندي وداكشي ما تساعوليش في هاد القنت هذا. حطاهم في الجهه الاخرى قدام الطبله. المهم انا غندير معكم غادي ندوركم بحال هكا وغادي تشوفوا. هنا انا كما تنشير لكم هنا راني مازال مركب
هادي شو شحال هادي وانا راح نهضر ومازال ما كملتش على الكوزينه. يعني ديك القنت يعني يجي من الفوق بحال واحد التاج تيدار فوق منا، راني مازال ما كملتوش. يلا حطيت واحد وما صافي وما كملناش، كل مره هاد النهار غدا هاد النهار غدا والوقت تيدوز ومازال ما كملتش عليها. يعني خديت هذا ما كانش فيه هاد الذهبي هذا، هذا كنت خديته حتى هو من شيئين ولصقته هكا وعطى واحد المنظر الصراحه زوين. في الذهبي بحال هكا كما قلت لكم. ديك الكيتشين حتى هي كنت خديتها من شيئين، هادو اللي وريتكم اللي خديتهم من حتى هما من شيئين. هاد لي فاز هادو كاين واحد الفوق واحد لتحت، هادو خديتهم من ايكيا. الصراحه زوينين هكا تيعطيو واحد يعني هكا الخضوره الكوزينه تيجيو زوينين. حتى هادو كنت خديتهم من ايكيا، تندير فيهم الكيسان بحال هكا. الكيسان يمكن لكم هكا ديروا كما شفتوا لي فاز، ولا هذوك العلاقات يمكن لكم تعلقوا فيهم مغرفات ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هادو كنت خديتها من ايكيا. حتى هاد الخشبه ديال القطاع هذه الصراحه نفعتني، حتى خديتها من شحال هذه والصراحه تتصبر ما تتصنفق بالماء. حطها قدام لافابو قدام كل شيء، ما تتصنفق ما تضيع من الباب ما حتى شي حاجه. هذا هو اللي قلت لكم قبيله، هذا خديته من اكسيون. هادو هذا وطويل فيه تقريبا شي 6 متر هكا، بصراحه طويل وفيه تيتبدل بالالوان. الالوان فيه الالوان كله تيبقى يبدل لون بوحدو، يعني فيه بزاف ديال الحوايج صراحه زوينين. زقات لي زوينه تخدم بالضو، هذه ماشي ديال الحجره. ها نتوما تتشوفوا القنت الاخر. هنا حاطه هذاك القنت ديال الفران، وحاطه هكا الميكرووند والكونجيلاتور. المهم قابل هكا مع، لان ما جانيش لي انا الا بغيت نديرو في هذا القنت هذا اللي تنوريكم انا قدام لافابو ما غيمكنليش. لافابو ما يمكنلوش يتحرك من هذاك يا بلاصتو، لان القوادس كاينين تما ما يمكنليش، وما خصهم يجيو ملاقيين بجوج بيهم باش تيجي المنظر ديالهم مزيون. ومع الاسف ما قدرتش نديرهم بجوج بيهم هكا ملاقيين، ففرقتهم. واخا الشكل ديالهم الصراحه ما جا زوين وما عجبنيش، ولكن ما عندي ما ندير. لافابو ما يمكنلوش يتحرك من تما وما يمكنلوش نبدل من بلاصه واحده اخرى. هذاك الشيء علاش خليتهم تما. هذاك الشيء علاش يعني فرقتهم. هما ملي تيجيو لاصقين بجوج، الفران والثلاجه بجوج تيحطيو واحد المنظر غزال صراحه، ولكن مع الاسف ما جاونيش، لان قلت لكم لافابو ما يمكنليش نحركهم تما، لان القوادس هذيك يا بلاصتهم وكاينه تما الغساله ديال الماعن وداك الشيء، فما يمكنليش. وكذلك حتى انا كما قلت لكم راني غلفت هذاك القنت اللي فوق الكوزينه مغلفه، لان تما واحد الفايانس ما عجبنيش. راه تيبان لكم قدام الطبله ما عجبنيش. لا داك الشيء ما غلفتو، مازال غنبدلو ونشاركو معكم. غناخذ له واحد الشكل واحد اخر على شكل الرخام وغادي نديرو تما وغتشوفوا غيجي زوين حسن. لان الدار غير كارياها ماشي داري ماشي شارياها. لو كان داري كنت غادي يعني غادي نهرس هذاك الفايونس وداك الشيء ونقد على ذوقي ونصايب الضو ونصاوب داك الشيء زوين وداك الشيء، ولكن بما انني غير كاريه فما يمكنليش نحادي حتى شي حاجه. ما عنديش الحق نحادي حتى شي حاجه، غير الا قدرت هكا نغطي شي حاجه كما قلت لكم تناخذ ديك الورق اللاصق ولا شي حاجه بحال هكا باش تندرق ديك الحوايج اللي ما عجبونيش، الفايونس ما عجبنيش ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين البنات. المهم حتى تما دايره ديك الغرس هكا ديال ايكيا ديال البلاستيك. المهم هذا هو الشكل ديال الكوزينه. مره اخرى نشارك معكم من الداخل كيفاش كل حاجه، كيفاش فين حطاها كل حاجه فين، كيفاش يعني التنظيم ديالهم من الداخل مره اخرى ان شاء الله. وندير معكم كذلك واحد جوله هكا. وهادو اللي فوق الميكرووند هذا كنت خديتهم من كيك، وديك اللعيبه اللي محطوطه فيهم اللي في البيض هذه كنت خديتها من ايكيا. وانا حاطه لي بونبون ديال الدراري الصغار، الحلويات هكا للدراري الصغار وداك الشيء، حاطه لهم حتى هما فوق الميكرووند. مازال باغا ندير باغا نكمل شي حاجه هكا، ناخذ شي موبل نحطو تما فوق الميكرووند من ايكيا. ومن بعد دابا نشاركو معكم. المهم هذا هو الشكل ديال كما قلت لكم هنا، هذا هو الشكل ديال المطبخ. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم، ونخليكم دابا مع مقتطفات من الفيديو.